السلام عليكم بنات، ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في صحه وفي احوال جيده. وكما وعدتكم الوصفه الثالثه ديال الجينواز. فات لي وسبق لي شاركت معكم جينواز محسن الكيك، جينواز ديال الكاس اللي جربوها بزاف نتاع البنات وعجباتهم. اليوم غنشارك معكم جينواز بروفيسيونيل بالمورانغ، جينواز بالمورانغ. وهذه هي الوصفه السريه ديال اغلب المخابز وديال اغلب الكيك ديزاين اللي كيخدموا الطرط والكيك ديزاين. فهاد الوصفه ما كيخرجوهاش وقليل فاش تلقاوها. المهم انا خديت الوصفه الاصليه اللي جربتها، جاتني حلوه، عدلت عليها وعدلت شويه في المقادير ديالها وليت كنستعملها. غنشارك معكم المقادير اللي عدلت عليهم واللي انا كنستعملهم، وغنشاركها معكم اليوم في القالب ديال 20 سنتيم. تبارك الله كتجي عاليه، هي كتاخذ البيض ولكن كتجي فريمون عاليه وكتحمر الوجه. مقادير ديالها كالتالي اللي في القالب ديال 20 سنتيم. غنخلي لكم القالب ديال 15 وديال 25 في صندوق الوصف. 10 ديال البيضات، ما تخلعوش البنات، 10 البيضات، ولكن راه كتخرج كميه تبارك الله ما شاء الله. استعملت تقريبا 280 غرام ديال السكر فاني ملحه، و360 غرام ديال الدقيق اللي زدت عليها بودينغ، يعني بودينغ داخل في ديك الكميه ديال الدقيق. اللي ما عندكمش بودينغ ديروا المايزينا، راه هو تقريبا المايزينا مع الفاني. انا كنستعملو لحقاش فيه ديك النكهه ديال الفاني مركزه وكيعطي مذاق زويون هكا الكيكه، وكيعطي هذيك الصفوريه من الداخل كتعجبني انا. الجينواز تجي صفرا من الداخل. الوصفه الاصليه ما فيهاش الخميره، انا كنزيد معلقه صغيره ديال خميره ديال الحلوه. كديروا البيض ديال البيض، ديروا عليه طريقات الملحه باش تحيد لكم هكا الزفوره. الفاني السكر فاني كديروا عليه في العجانه، كتجهدوا عليه مزيان، وكتضيفوا السكر بالتدريج حتى تيولي مورينغ. انا هاد اللقطه مشات ليا، صحاب لي كنصور وما كنتش كنصور. المهم كيطرب تقريبا لمده ديال 10 دقائق. داكشي علاش ضروري في هذه الوصفه تكون عندكم العجانه، ماشي ضروري تكون شي عجانه واو كما كتشوفوا. انا عجانتي راه عزيزه عليا، عزيز على قلبي هاد العجانه، كنقطه العسل على قلبي، غزاله وفنه ونقيقيه، وكتجمعيها وكتخزنيها واخا هكا كتحمر الوجه وتتخدم. يعني عجانه ضروري. 10 ديال الدقائق تقريبا كما قلت لكم. وانتم كتضيفوا هذاك السكر كتبقاو تضيفوا بالاول في التدريج حتى تتكملوا، كتخليوها هكاك شي 10 18 دقائق. اهم حاجه كيولي بحال هكا، انه كيولي فيه داك يعني كيولي فريمون مورينغ اللي تقدروا تبوجيو وطيبوه. الوصفه فيها 300 غرام ديال السكر. انا استعملت تقريبا باش معنا كنسجل دابا الصوت على الفيديو، المقادير عندي في واحد الدفتر. استعملت مهم المقادير البنات بالضبط بالغرام غنخليها لكم لتحت. بالكاس كما شفتوا راه تقريبا كاس ونص نتاع السكر، نقص من السكر لحقاش 300 غرام كانت فريمون بزاف. وكان جربت الوصفه الاولى جاتني حلوه بزاف. من مورا المورينغ كما شفتوا دار هذاك المنقار ولا قاصح، زدت عليه الصفر ديال البيض. غتقولوا لي نقدر نطرب الصفر مع البيض المره الاولى ونطلع هانيه؟ لا، الا طربتوه فاش كتجيو طيب تقادوه بالطحين كيهبط لكم، وفي الفران الجينواز كتهبط لكم، وإلا تنفس غير الفران شويه كتهبط لكم. بغض النظر على هذه ما كتهبطش في الفران، وعاد ما كتزيد طلع، وعاد ما كتعطي كميه فريمون كبيره، وكتجي تبارك الله من الداخل شاده راسها. كتخدموا بها بكل اريحيه. كما قلت لكم هذه الوصفه البنات راه هي الوصفه السريه ديال اغلب الناس اللي كيخدموا الكيك واللي عندهم المحلات، راه ما كيخرجوهاش. راه الا من رحم ربي، راه قليل باش غدوروا تشوفوها في شي بلاصه. من مورا كما كشفتوا ما كتزيدوا عليه صفرة البيض وكتخليوه يطرب واحد 4 دقائق زايده واحده اخرى حتى 5 دقائق، كيولي هكا تبارك الله مهوي. اللي زوين في هذه الوصفه فاش كتبغيو تقادوا كديروا الطحين مره واحده. بالحق الطحين تكونوا غربلتوه قبل. الوصفه الاصليه راه ما فيهاش المايزينا. انا كندير كما قلت لكم يمكن دوك كريم باتيسري بودره، كتعجبني ديك الصفوريه اللي فيها، اولا ديروا المايزينا معلقه هكا كبيره في هذه الكميه اللي عطيتكم نتاع المايزينا. ما فيهاش المايزينا وما فيهاش الخميره. انا كندير المايزينا والخميره باش كتجيني خفيفه عاد اكثر، وكتزيد عاد تطلع اكثر. كتضيفوا الطحين مره واحده وكتخلطوا بالفوي ديال العجانه، بلا ما تقولوا من سباتولا، لا، بالفوي ديال العجان. الطريقه الصحيحه ديال تخلاط الجينواز بالفوي ديال العجان اللي طربتو به، ماشي بسباتولا. علاش؟ لحقاش الفوي كيكون هكا كبير، كيكونوا فيه السنان، وكيدخل لكم الكميه ديال الدقيق في البيض دغيا دغيا بلا ما يهبط لكم البيض. مع ان هاد الوصفه هذه بالذات البيض ما كيهبطش، لحقاش المورينغ تيكون تبارك الله هكا شاد راسو، وكيخلي لكم هذيك الجينواز كتبقى شاد راسها وما كطيحش. المهم في الاول كتخلطوا بالفوي ديال العجانه ديالكم حتى كتدخلوا هذيك الكميه ديال الدقيق. انا راه بالضبط يعني قصدا ما بغيتش نسرع الفيديو، فمي مراجل
الله يستر خلاص. نسرع الفيديو باش تشوفوا بالضبط كيفاش تكون. هي كتخلطوا حتى تدخل ديك الكميه الدقيق، كتحيدوا اللي بقى لكم زايد بالفوي وكتكملوا بسباتولا. القالب اللي غندخل فيه العجانه من بعد العجانه يا ربي الحبيب اللي غندخل فيه الجينواز من بعد، غلفتو بورق المطبخ. يمكن لكم ما تغلفوش طيبوا فيه ديريت، ولكن لا كان عندكم شي قالب عالي، الا كان عندكم بنات يكونوا عندهم هكا، انا تشوفوا القالب ديالي راه عنده تقريبا 10 سنتيم هكا نتاع العلو. البنات راه كتكون عندكم هكا غير في الدار، الناس العاديين اللي كيخدموا هكا كيكه للدار كيكون عندهم قالب عادي ولا هذاك السيركل. ديروا ورق المطبخ يكون عالي، ورق المطبخ اختاروا شي نوع تاع ورق مطبخ يكون شاد راسو وديروه عالي على القالب ديالكم باش تبقى لكم المساحه فين طلع الكيك. هاد الكيك راه شاد، هاد الجينواز شاد راسو، راه ماشي من دوك الجينواز اللي كيتحطوهم شي بلاصه وكيسخفوا كيلواو كيعواجوا. تخافوش فاش كطيب الجينواز. مهم وانتم كتشوفوا المراحل وانا كنعطيكم نصائح في نفس الوقت. فاش كطيب الجينواز وكتقطعوها تقطع ديالها على حسب الذوق. انا في الاول عشتوني قديت منها تقريبا 5 نتاع السيركل، قديتهم لحقاش بغيتها لواحد الكيك غيجي عالي بزاف، غتكون فيه تقريبا 25 تاع العلو، وخاصني يكون عندي جينواز عريضه شويه. نتوما لا بغيتو كيك اللي ولا غتصايبوا بها طورطه اللي غتجي فريمون، بغيتو الكيك ديالها يجي هكا خفيف، غتقطعوها رقيقه، غتخرج لكم تبارك الله حتى ل6 حتى ل7 حتى ل8 نتاع القطع نتاع الجينواز في مره واحده في تطيبه واحده. شوفوا درتها في القالب نتاع الفرن، شوفوا راه ما وصلش الفوق نتاع القالب، يعني راه باقي كيبان الجنب نتاع نتاع هذا نتاع لامانيو اللي غنطيب فيه الكيكه البنات من الاخر. غتشوفوها من بعد فاش تخرج. الدور ديال هذاك العود هو انه الا كاينين شي فقاعات في الجناب اولا شي بلاصه ما وصلش ليها الكيك كيوصلها الكيك، خبطوها دخلوها الفران. الفران مسخن، اما الفرفاره اولا من الفوق ومن التحت على درجه حراره 160 لمده تاع ساعه. ساعه البنات شوفوا تبارك الله من مورا ساعه من كي خرجتي راه يلاه دابا يلا خرجتها من الفران. يعني عاليه فريمون عاليه، راه كتوصل في العلو. القالب عندي فيه هكا 10 وزاد تقريبا فوق منه جايه لشي 5 سنتيم تقريبا، طلعت وصلت تقريبا جايه شي 15 سنتيم هكا تبارك الله ديال العلو. المده نتاع الساعه ما تحلوش عليها قبل ما تدوز عليها على الاقل واحد 35 حتى 40 دقيقه. عادي يمكن لكم تحلوا تيستيو بالحق البنات. راه هاد الوصفه ما استعملتها ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه ما خمسه، ديما بالضبط كتاخذ لي ساعه. هاد القالب نتاع 20 سنتيم كتاخذ ليا ساعه. شوفوا راه هي باقا سخونه، عريتها غير باش نكمل التصوير لحق كان خاصني نمشي نعس. شوفوا تبارك الله شحال كتجي عاليه، ما كتحرقش مع الجناب. ما ديروش عليها 180 160 كافيه ليها. الفران يكون مسخن من قبل، اما الفرفاره ولا من الفوق ومن التحت. فاش كتخرج غطيوها بشي سربيته ولا بشي منديل وديروا عليها هكا السلوفان وخليوها تبات حتى الغدا. حتى الغدا عاد تقطعوها اولا لا صايبتوها في الصباح حتى الليل عاد تقطعوها. ما تقطعوهاش ديك الساعه باش كتشد راسها، فاش كتقطعوها ما كتفرتت لكمش. كما كتشوفوا انا غنغطيها بواحد المنديل وصافي، غنحط عليها ندير عليها السلوفان باش ما تكرمش ليا، ولا ديروها في شي بلاستيكه ولا في شي ساشيه. علاش غديروا ليها منديل وساشيه؟ باش الا عرقات ولا شي حاجه، لحقاش انا ما كانش عندي الوقت نتسناها تتبرد. الا عرقات ولا شي حاجه ما تنديش وما تفزكش هذيك المنديل يشرب ليها الندى. نتوما اللي عندكم الوقت خليوها حتى تبرد تولي بدرجه حراره المطبخ، عاد غطيوها ديروها هكا في ساشي سدوا عليها وخليوها على الغدا اولا حتى العشيه وعاد قطعوها. انا غنقطع بهذاك الموس اللي كيقطع بالموس العادي. انا غنقطع بهذاك الموس راه رخيصه البنات، كيتباع في شي ان كيتباع في الويش. اغلب الحوايج نتاع الكيك كنضمن نديهم في الحقيقه من الويش كيكونوا فريمون رخاص. انا غنقطعها عريضه عاليه تبارك الله، غتجي هكا شويه عاليه. نتوما يمكن لكم تقطعوها رقيقه، راه ما كتهرش، كتخدموا بها فريمون فراحتكم، مريحه لواحد الدرجه وعمليه لواحد الدرجه البنات ما كتخيلوش. هاد الجينواز بالذات الا جربتوها غترحموا لي عليها الوالدين والله. انا شوفوا البنات انا كنتسناكم اي حاجه وحده جربت شي وصفه وعجبتها ترحم ليا على ميمتي الله يرحمها يا ربي ويجدد عليها الرحمات في هذا النهار. انا البنات ما كنطلب منكم تبارطاجيو قناتي، ما كنطلب منكم حتى شي حاجه. شوفوا شحال خرجت لي من قطع، 5 القطع تبارك الله، مع انهم غلاضين. راه يمكن لكم نورمالمون كل قطعه تقسموها على جوج. فكانت هذه هي الجينواز نتاع اليوم، شاركتها معكم بنات ادق تفاصيلها. الا بقات ليكم هكا دوروا كل وحده ديروا عليها السلوفان، خليوها في المجمد. شوفوا كتجي رطبه من الجناب ما كتقصح ما والو. بالحق ديروها في الساشيات على الغدا. الا بقات ليكم ديروا كل قطعه بوحدها وديروها في المجمد، ما كتوقع عليها حتى شي حاجه. النهار تبغيوها خرجوها تولي بدرجه حراره المطبخ، سقيوها وخدموا بها وتفكروني.
ما تنساونيش من دعواتكم، ما تنساونيش من تعليقكم، وما تنساونيش من تطبيقاتكم اللي كتصيفطوا لي في انستغرام. باي باي.